الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة دي مواجهة متكررة طبعا من العام السابق في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا. انتهى بتأهل النادي الأهلي بعد الفوز هنا في القاهرة 2-1، والتعادل في مركب محمد الخامس 1-1. هما الفرقتين اتقابلوا في السنتين اللي فاتوا دول 3 مرات، منهم طبعا المرتين اللي انا لسه ذاكرهم لحضراتكم. والمره في كاس السوبر كانت انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الاصلي، وضربات الجزاء كانت النادي الاهلي كسب فيها السوبر. الارقام دي بتقول لنا ان الفرقتين بيسجلوا في بعض، يعني في الثلاث ماتشات دول الفرقتين قدروا ان هم يوصلوا للمرمى الفرقتين، يعني قدروا ان هم يسجلوا، سواء كان هنا في القاهره او في الرباط، او حتى في ماتش السوبر اللي اتلعب في قطر. نادي الرجاء في دوري المجموعات قدم مستويات هايله صراحه مع منذر الكبير. في ناس ممكن تقول لي ده مجموعته ما كانتش صعبه